ما هذا الأداء الذي قدمه اليوم المنتخب التونسي؟ تونس ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله. اليوم أمام البرازيل يا أخي، تخسر بالأربعة، تخسر بالخمسة، كم ستخسر تونس اليوم أمام البرازيل؟ ها هي تونس، ها هو منتخب تونس. شوفوا ماذا قدم اليوم أمام البرازيل، كان أفضل. المنتخب البرازيلي ما قدرش يسجل أمام المنتخب التونسي فقط من ضربة جزاء، فقط بصعوبة. وايضا نتكلم عن المنتخب التونسي كان قادر ان يفوز في هذه المباراه. مش فقط النتيجه، نتكلم عن النتيجه، نتكلم ايضا عن الاداء. هل شاهدتم المنتخب التونسي اليوم واداء المنتخب التونسي؟ نتكلم عن اللاعبين، نتكلم عن علي العابدي، ما شاء الله يا اخي. علي العابدي لاعب ثقه كبيره، يلعب يا اخي تفوق الان. يعني سافيو لاعب تشيلسي تفوق على هذا اللاعب. دفاعيا كان مبدع، وفي الهجوم كان خطير جدا. وشوفوا التمريره، وشوفوا التمريره اللي يعطيها للمستوري، والمستوري سجل الهدف. الياس سعد كان سيسجل هدف عالمي. المنتخب التونسي لديه مجموعه قويه جدا قادر ان تنافس. يا اخي المنتخب التونسي راه امام البرازيل، امام المنتخب البرازيلي اليوم. نتكلم عن المنتخب البرازيلي، نتكلم عن هجوم مرعب، ورغم ذلك لقى صعوبه جدا وما لقاش الحلول امام المنتخب التونسي. والدليل سجل من ضربه جزاء، هدف وحيد من ضربه جزاء. تخيلوا معي اليوم المنتخب التونسي كان يستحق ان يفوز. نعم، بهذا الاداء وبهذه القوه كان يستحق ان يفوز. انت لديك فرجاني ساسي، هذا اللاعب يجب ان يكون هذا قطعه اساسيه في المنتخب التونسي. فرجاني ساسي اليوم مع الياس السخيري اعطى توازن في الوسط. وحنباع المجبري هذا موهبه كبيره جدا. نتكلم عن حنباع المجبري 22 سنه ويلعب بهذه الثقه، وفي وسط المنتخب البرازيلي راه نتكلم عن كازاميرو، نتكلم عن اسماء قويه جدا، لاعب نيوكاسل. رغم ذلك حنباع المجبري كان متفوق في الوسط. نتكلم في الدفاع عن منتصر الطالبي وماذا يقدم. نتكلم ايضا عن مرياح وماذا قدم اليوم. يا اخي ابداع واقناع وروعه وجمال. اليوم المنتخب التونسي يؤكد بانه يا اخي منتخب قوي جدا، منتخب محترم، منتخب رائع. دفاعيا، في الوسط، في الهجوم، منظم. اليوم انا قلت لكم البعض يتكلم ويقول بان المنتخب التونسي في المباريات الاخيره تراجع عن مستوى المنتخب التونسي. شاهد المنتخب التونسي عندما تكون مباراة يا أخي، المنتخب التونسي يبقى منتخب قوي جدا. اليوم البرازيل في المباراة الأخيرة فازت على السنغال ب2-0. اليوم سجلت من ضربة جزاء بصعوبة. اليوم المنتخب التونسي يؤكد بأنه منتخب قوي جدا. عندما يريد أن يلعب، وعندما يريد أن يسجل. منتخب البرازيل، أنت تلعب أمام منتخب البرازيل، نعم نلعب أمام منتخب البرازيل، نعم منتخب قوي جدا، لكن لا ننسى بأن هذا أيضا منتخب تونس. هل شاهدتم الدفاع المنظم اللي لعب به تونس؟ منتصر الطالبي، مرياح، يا إلياس السخيري دفاعيا كان رائع هذا اللاعب. فرجاني ساسي هذا لاعب كإمكانيات ما شاء الله عليه. هذا مدرب في الملعب قبل أن يكون لاعب. نتكلم عن حنباع المجبري، شاهدتم هذا اللاعب وماذا قدم. البعض كان يتكلم، سمعت بعض الصفحات كانت تتكلم بأن ربما المنتخب التونسي اليوم سيخسر بنتيجة كبيرة. ما رأيكم الآن؟ المنتخب البرازيلي تعادل مع المنتخب التونسي بصعوبة، هو الذي تعادل مع المنتخب التونسي بصعوبة. فالمنتخب التونسي كان قادر أن يفوز اليوم، نعم كان قادر أن يفوز. المنتخب التونسي لعب مزيان. يعني اليوم المنتخب التونسي قدم مستوى كبير. اليوم المنتخب التونسي يبقى رقم صعب، أداء كبير جدا. أنا أتكلم اليوم عن علي العابدي. فاجأني هذا اللاعب، يعني فاجأني بالقوة الهجومية والثقة التي يمتلك هذا اللاعب، وأيضا السرعة والمراوغة والتمرير. شوفوا الهدف والتمرير اللي المستوري والإنهاء، يا سلام. شفتوا حنباء المجبري في وسط الميدان ماذا كان يفعل، والذكاء اللي عند هذا اللاعب. شاهدتم فرجاني ساسي وإلياس السخيري اللي عطاو توازن في الوسط وتفوقوا على وسط البرازيل. لكن تونس قدمت مستوى كبير. البرازيل مع كارلو أنشيلوتي تحسن كثيرا في المباريات الأخيرة. يعني منتخب البرازيل تحسن بشكل كبير جدا مع كارلو أنشيلوتي، يجب أن تعرف ذلك. أصبح منتخب قوي جدا. رغم ذلك اليوم لقى صعوبة أمام المنتخب التونسي. كنت أتمنى أن تكمل بهدف ويفوز المنتخب التونسي. والله أخي يستحق. فأحبكم في الله، شكرا لكم.